اكثر جوج الاشخاص اغبطهم في هذه الحياه، اغبطهم جايه من الغبطه. الغبطه كتعني انه واحد النعمه عند واحد الشخص، كتبغي انه تكون عندك بحال ديك النعمه، ولكن بلا ما تحيد لهذاك الشخص. عكس الحسد اللي كتبغي ديك النعمه تحيد لهذاك الشخص، سواء جات عندك ولا ما جاتش، المهم ما تبقاش عند ذاك الشخص. نعوذ بالله من الحسد، هذا بين قوسين. فاكثر جوج الاشخاص اغبطهم في هذه الحياه، الشخص الاول هو اللي انعم الله عليه ووفقه باش انه يحفظ القران، ويا لها من نعمه جميله. انك تكون حامل لكتاب الله في قلبك، هذه شي حاجه زوينه بزاف. غير داك الشعور ديال انك كتقدر تقرا منين ما بغيتي، وقت ما بغيتي، فين ما بغيتي، بلا ما تكون هز معك المصحف، واحد الشعور زوين بزاف. تقدر تجربه غير فاش في رمضان مثلا، فاش كيقرا الامام في التراويح، اولا من غير رمضان في الايام العاديه، فاش كيبدا يقرا بشي سوره اولا شي جزء انت حافظه وكتبقى متبع معاه، كيكون واحد الشعور زوين بزاف. فما بالك انك زعما تكون حافظ القران كامل. والثمار ديال حفظ القران كتبان في الدنيا قبل الاخره، كيرفع لك الله المكانه ديالك في الدنيا قبل الاخره. يكفي انه في الاخره في يوم القيامه ياتي القران شفيعا لك، ويقال لك اقرا ورتل فان منزلتك عند اخر ايه تقراها. بل اكثر من ذلك، ان الحامل لكتاب الله او الحافظ للقران يلبس ابويه تاج الوقار او تاج النور. يعني الحفظ ديال القران واحد الخير كبير، واحد النعمه كبيره بزاف، اولا من اعظم النعم من بعد الاسلام. النوع الثاني الذي اغبطه كثيرا بصراحه هما دوك الاشخاص اللي ما عمرهم بارطاجاو شي حاجه من الحياه الشخصيه ديالهم على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني ما عمرك تلقاه بارطاجي شي ستوري فيها الصوره ديالو او الفيديو ديالو، كياكل هنا ولا كيشرب هنا ولا مسافر لهادي ولا كيدير هادي ولا شرا هادي. اولا ما عمرك تلقاه كيعاود على المشاكل ديالو او شي موقف طرالي في الحياه الواقعيه في شي بوست مثلا. يعني مسيباري تماما الحياه الواقعيه على السوشيال ميديا، وكتلقاه داخل السوشيال ميديا فقط من اجل الانترتاينمنت، من اجل الضحك، من اجل الاستمتاع، من اجل معرفه الاخبار والوقائع، وفي بعض الاحيان من اجل التعلم ان صح القول، حيت كاين بزاف دابا ديال الناس كيديروا محتوى تعليمي على مواقع التواصل الاجتماعي. من غير هذا الشيء ما كيديرش السوشيال ميديا من اجل الشو او من اجل يبين لك كيفاش كيعيش هو او لا. يعني لو ان الزمن رجع بيا اللور ما كنتش غنبارطاجي بزاف ديال الحوايج الصراحه اللي كنت كنبارطاجيهم. يعني الواحد يدخل البروفايلات ديالك على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يعرفكش كيفاش كتعيش انت في الواقع، كيفاش داير انت في الواقع. صافي انا داخل كنبارطاجي، نقدر نبارطاجي افكار، نقدر نبارطاجي جو سي با، المهم نشارك شي حاجه مثلا قريتها، شي حاجه تعلمتها الى غير ذلك، ولكن الحياه الشخصيه ديالي تبقى في الواقع. وحتى الا كانت الخدمه ديالك مرتبطه بالانترنت او بالسوشيال ميديا، ما كيعنيش انك راه خصك تنشر الحياه الواقعيه ديالك. بحال مثلا نقدروا نقولوا صانع محتوى مثلا كندير فيديوهات، راه كندير فيديوهات في هذا الكادر هذا، يعني برا هذا الكادر ما تعرفش شنو كاين فيه، شنو واقع فيه. فاش نطفي الكاميرا ما تعرفش شنو واقع، شنو كندير من بعد ما نطفي الكاميرا. دونك هاد جوج الاشخاص والله اغبطهم كثيرا. حافظ القران، اللهم اجعلنا من اهل القران، والشخص اللي ما عمره بارطاجا حتى شي حاجه من الحياه الشخصيه ديالو في السوشيال ميديا. وهذا ما كان بغيت نبارطاجي معكم هذه الفكره، واعطيونا الراي ديالكم في هذه الفكره هذه بالضبط في التعليقات.